بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو جديد النهاردة هنعمل مع بعض الرز المعمر الحلو اللي بالسكر. مقاديره سهلة وبسيطة جدا، وهنعمله في الطواجن الصغيرة والطاجن الكبير، تغيير شوية عن الصينية. طريقة سهلة جدا وبسيطة وهتعجبك قوي قوي. دي عندي طواجن، طبعا ديت مش مدهونة اي حاجة خالص خالص، انا غسلاها ومنشفاها كويس جدا. نخش بقى على المقادير بتاعتنا. انا معايا كيلو لبن، ومعايا ميه، ومعايا قشطه. قشطه لبن ماشي، تشتري قشطه ماشي مفيش مشكله. ومعايا سمنه، ومعايا 2 باكو فانيليا، ومعايا كوبايه سكر، وكيلو رز مغسول ومنقوع لمده نص ساعه. لازم تنقعيه لمده نص ساعه عشان يبقى حلو وياخد ما ياخدش وقت معاكي في التسويه. معايا هنا السكر، اللبن طبعا مغلي وسخن جدا. هحط فيه السكر، لازم يكون اللبن سخن عشان السكر يدوب معاكي بسرعة و... ويدوب على طول. تمام. حطينا كده كوباية سكر، وطبعا انا عندي هنا بيحبوه مسكر شوية، فهحط حوالي كوباية الا حاجة بسيطة كده كمان، عشان هم بيحبوه مسكر شوية. انت بقى على حسب الرغبة عندك، على حسب ما بيحبوه حطي السكر. ممكن تحطي كوبايه، كوبايه ونص، كوبايتين، الا حاجه بسيطه كده زي هيبقى طعمه جميل جدا. والسكر مش هيبقى مسكر قوي، لان الرز بيطعم بيه حلو، بيبقى طعمه حلو جدا، ومبقاش فيه مش باين السكر فيه قوي، بس بيبقى يعني طعمه حلو وسكره مظبوط. تمام. هدوب انا كده مع السكر مع اللبن. هيدوب على طول، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان اللبن سخن، فالسكر هيدوب على طول. تمام. معايا كده بقى الرز. طبعا انا قلت لكم ان انا غسلاه ونقعاه لمده نص ساعه. تنقعيه كويس في ميه، وبعد ما تشطفيه كويس جدا مره واتنين. وبعد كده صفيته. وهتشوفوا بقى مع بعض كده هنعمل ايه. انا كده الفانيليا هفكها وهفضيها في اللبن، عشان اتاكد ان اللبن كله فيه الفانيليا، ما يبقاش مثلا حطيت على قد مقدار واحد وسبت الطواجن التانية. لا، هحط الفانيليا في اللبن كله، على اساس ان انا هسقي بيها الرز كله، يبقى كده طعم اللبن حلو كله. خلاص. ادوب كده تقليبتين كده كمان عشان كل الفانيليا اللبن يتطعم كله بالفانيليا. هوزع بقى كده الرز في الطواجن، وهعمل الطواجن الصغيره الاول، ولو اتبقى رز يعني هحطه في الطاجن الكبير. خلاص. لايك للفيديو بقى يا جماعه، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس، وتحطوا لايك للفيديو عشان تشجعوني. خلاص. هحط كده الرز في الطواجن الصغيره. ما تكتريش رز، عشان طبعا احنا عارفين ان الرز المصري ده بيزيد وبيبقى حلو ما شاء الله. فعشان ما يفرش منك ويقع في البوتاجاز، يقع في الفرن يعني. فهحط انا كده بقيه الرز كله بقى في الطاجن الكبير ده، هو بعد ما خدت المقدار اللي انا حطيته. خدت حوالي كبشتين كده في كل طاجن، وعملت حساب بقى ان لسه هزوده اللبن والميه. فلازم تديلي مساحه قيرتين 3 كده هوت فوق منه فاضي. خلاص. يا جماعه لازم تحطي لبن مع الميه، عشان حبايه الرز تبقى مستويه وحلوه وما تبقاش. احط انا بقى كده السمنه كده مع الرز، واحاول اقلب الرز في السمنه كده، بحيث ان الرز يتغلف كله بالماده الدهنيه بتاعتك. خلاص. حطيت انا كده الرز، وقلبت كل الرز في السمنه، عشان اعرف ان الرز اتغلف كله بالسمنه ازاي. لما احط بقى اللبن السخن على الرز، بص تلاقي بقى السمنه كلها ساحت وبانت كده في الرز. هنقلب تقلبتين كمان، بحيث ان كل الرز يبقى خد من الماده الدهنيه اللي احنا حطيناها. اللبن سخن، فهتلاقي بقى خلاص السمنه كلها ساحت، وهتبان على الوش دلوقتي. خلاص. قلبي بقى كده. طبعا هنخلص كل مقدار اللبن الاول، وبعدين نحط الميه نكمل بالميه. لازم الميه يا جماعه عشان الرز يستوي معاكي حلو، ومبقاش طالع محصول كده ولا ناشف ولا محبب كده ولا حاجه. الميه مع اللبن بتخلي طعمه حلو، وبتخليه مستوي كويس. خلاص. افضي كل اللبن كده اهوت، وبعد كده هزود بقى ميه، على اساس ان يكمل سوا مع في قلب بعضه كده كله مع بعضه. الميه مع اللبن بصي مش كتير، يعني شويه ميه هنا وشويه ميه هنا وخلاص، بحيث بس ان هو ياخد ويدي مع بعضه كده في الفرن ويستوي، يكون مستوي كويس، ميبقاش
الرز ني. خلاص هقلب تقلبتين كده، ادوب الميه مع اللبن كده. بص السمنه ساحت خالص عشان خاطر اللبن سخن، ساحت اهي وبنت على الوش خالص اهي. هقلب تقلبتين كده كله يخش في قلب بعضه كده، بس كده خلاص. اسهل طريقه للرز المعمر اعمليه كده وانتي قلبك جامد ومطمنه انه يطلع معاكي جميل وحلو، وجربي واعمليه كده في الجو الجميل دوت. عايز حاجه دافيه كده، حاجه سخنه كده ياكلوها بالليل كده وهم قاعدين. القشطه بتاعتنا هي بقى، معلش انا كنت مطلعاها من الفريزر عشان ما تسيحش. طبعا احنا عارفين ان القشطه ما بتستحملش. هتلازم بقى القشطه على وش الرز المعمر دوت، علشان خاطر هي دي اللي بتعمل له الوش الجميل الاحمر الحلو ده. القشطه لازم تحطي ايه، حته قشطه كده محترمه كده حلوه. لكن طبعا ما تزوديش قوي، احنا حاطين سمنه فيه عشان ميبقاش ايه دسم قوي ويعرفوا ياكلوه. خلاص بصي، حطي على كل طاجن كده حته حلوه كده اهوت، بحيث ان احنا محتاجينها بس ايه يعني للوش، عشان وش الطاجن يبقى حلو. والناحيه تانية يبقى ايه يعني قيمه غذائيه عاليه كده، اللي هي دسم كده وجميل قوي. ان شاء الله يعجبكم قوي لو عملتوه بالطريقه دي ان شاء الله. اهو احط بقى كل القشطه اللي انا عايزاها، حطيتها كده على الوش. طبعا انا مشغله الفرن في الاول، سخنته كويس وبعدين طفيت الفرن ورحت مشغله الشوايه. ليه يا جماعه بقى نشغل الشوايه الاول؟ عشان الشوايه هتعمل لك الوش ده، القشطه هتسيح من الشوايه. لما تيجي بقى تشغلي الفرن، الفرن ما يسوي الرز، ما يفرش معاكي ويروح مدلوق اللبن منك في الفرن ويروح الوش منك. فلازم في الاول يا جماعه، معلومه مهمه جدا، لازم تشغلي الشوايه الاول. لازم وضروري جدا الشوايه قبل الفرن. شغلي الشوايه ياخد وش، وبعد كده بقى سويه على نار هاديه كده، الرز يستوي يبقى طالع بالمنظر الجميل اللي انت شايفاه ده. شويه رز بقى بصراحه يعني عايزين بقكم، عايزين كده تقعدوا كده وتاكلوا كده بألف هنا وشفا. ألف هنا وشفا يا جماعة والله. بصوا شكل الطاجن عامل ازاي. بصوا الطاجن كلها واخده اللون الجميل ده. شغلت الشوايه الاول، وبعد كده بقى شغلت ايه الفرن بقى على نار هاديه، وسبته ايه ياخد ويدي مع نفسه. هو بصراحه قعد حوالي ساعه الا ربع كده في البوتاجاز. هنقطع كده بقى حته، بس على فكره هو سخن جدا. انا بصراحه مش عارفه امسك الطواجن خالص، سخن قوي. بس كان نفسي اقطعه وهو سخن كده، عشان تشوفوا ان هو مش مفرط من بعضه ومش لازق في الطاجن، ومستوي سوا كامل جميل جدا. وبصي اللون الجميل الذهبي الحلو اللي بصي يفتح النفس ازاي. بصي بقى، بصي الرز بقى عامل ازاي. طعم الطاجن يا جماعه بيدي طعم حلو جدا، الفخار ده بيدي طعم حلو جدا للاكل. بصي، بصي الرز عامل ازاي وجماله. لايك بقى الجمال الرز ده يا جماعه، اعملوا لايك يا جماعه للفيديو يا جماعه. بصوا، بصوا بقى الله. بصوا ولا لازق بقى، ولا ناشف، ولا محروق، ولا لازق في الطاجن، ولا حاجه خالص. بصوا جميل ازاي ومستوي بقى. بصراحه كان عسل، كان طعمه جميل جدا. يلا هم يا ماما. بص سخن ازاي، سخن ومع ذلك برضو ايه ماسك نفسه، الحته ماسكه نفسها كده وحلوه. خلاص، اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم، وتعملوا الرز المعمر بطريقتي، بطريقه ام علي، وان شاء الله يعجبكم جدا. تعملوه كده يا رب وتاكلوه في السعد والهنا يا رب ان شاء الله. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم. تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان نبقى عيله كبيره واكبر بيكم وتشجعوني. بصوا سخن مش عارفه امسك الطاجن، بس نفسي اوريهولكم. بصوا عامل ازاي، جميل جدا وطعمه حلو وريحته كانت بصراحه جميله جدا. وشغال الفرن في البيت يا جماعه كده، وربنا ندعي ربنا كده ان شاء الله يرفع عنا الغلاء والوباء يا رب العالمين ان شاء الله، ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.